اللي في الصورة ده صلاح، واللي لقوا جثته هو وبنته مقتولين في نفس اليوم بس في أماكن مختلفة، والقاتل كان مفاجأة. بتبدأ القصة سنة 1971 في عزبة السرايا الكبرى التابعة لمركز طنطا مع ست اسمها أم أحمد. أم أحمد كانت بتعلم بنات العزبة القراية والكتابة في البيوت، خصوصا البنات اللي أهاليهم ما كانوش قادرين يودوهم المدرسة بسبب المصاريف. وفي يوم كانت رايحة لبنت اسمها فرحة عشان تديها الدرس بتاعها، ووصلت أم أحمد عند البيت الساعة 11 الظهر، واتفاجئت إن باب البيت مفتوح على عكس العادة. فنادت من بره أكتر من مرة بس محدش كان بيرد عليها، فقررت في الآخر تدخل، وتوقعت إن فرحة وأبوها نايمين ونسيوا الباب. وأول ما دخلت جوه لاحظت إن صالة البيت متبهدلة، فبدأت تخاف إن يكون حصل حاجة للبنت، ودخلت على طول تدور في الأوض لحد ما لقت فرحة نايمة في سريرها، بس شكلها كان مرعب جدا، ومفتحة عينيها وبصة للسقف وجسمها كله أزرق وعلى رقبتها جرح خفيف. جريت أم أحمد بسرعة على الشارع وفضلت تصرخ وتطلب النجدة من أي حد لحد ما اتجمع على صوتها الجيران واتصدموا من شكل الجثة، وعلى طول بلغوا الشرطة عشان تحقق في الموضوع. وبمجرد ما وصل البلاغ للشرطة اتحركت على الفور قوة من رجال الأمن ومعهم المعمل الجنائي لمكان البيت. ولما وصلوا من الكشف المبدئي كان واضح إن البنت اتقتلت عن طريق الخنق، فتحولت الجثة للمعمل الجنائي للكشف عليها. وفي نفس الوقت بدأ رجال الأمن يفحصوا البيت عشان يجمعوا الأدلة، وشافوا إشارب جنب الجثة عليه آثار دم، وتوقعوا على طول إن ده الإشارب اللي اتخنقت بيه فرحة. ويتوقعوا كمان إن الجريمة كانت بدافع السرقة بسبب إن الصالة متبهدلة، لكن ما كانش فيه أي آثار اقتحام على الباب، وحتى الشباك اللي في ظهر البيت كان مقفول. سأل رجال الأمن وقتها أم أحمد عن اللي حصل بالظبط، فقالت لهم إن فرحة عندها 9 سنين وكانت عايشة مع أبوها واللي اسمه صلاح في البيت هنا لوحدهم. فرحة بنت صلاح الوحيدة من مراته اللي ماتت في نفس يوم ولادة بنتها. ومن وقت موتها وصلاح كان مقرر إن محدش هيربي بنته غيره، وفعلا سابها عايشة معاه في البيت ورفض إنه يتجوز ويجيب لها مرات أب. وكان بيشتغل عتال في مركز طنطا، ويوم يشتغل ويومين لأ، وعشان كده ما قدرش إنه يدخلها المدرسة زي باقي البنات، لكنه اتفق مع أم أحمد تجيلها البيت عشان تعلمها القراية والكتابة. وأجمع كل الموجودين إن صلاح كان راجل طيب وعمره ما اتخانق مع حد، لا هو ولا مراته الله يرحمها، وما كانش ليه أي علاقات غرامية من وقت موت مراته ولا عداوات مع حد، لأن كل أهل القرية كانوا بيحبوه وبنته وبيعطفوا عليهم. وقالت أم أحمد في التحقيقات إنها كل يوم 4 كانت بتيجي البيت عشان ميعاد الدروس، وصلاح ما بيبقاش موجود أصلا بسبب إنه بينزل طنطا يدور على رزقه. فتوقع رجال الأمن إن القاتل كان عارف إن صلاح مش موجود في البيت في الوقت ده، وعشان كده دخل وخرج قبل ما حد يوصل. بس الغريب إن شخص فقير زي صلاح مين هيفكر يسرقه؟ ده غير إن دي أول حالة سرقة في العزبة من سنين. وبدأت على طول الشرطة تدور على صلاح عشان يحققوا معاه ويعرفوا منه إيه المفقودات اللي اتسرقت من البيت، وهل كان شايل حاجة في البيت تخلي حد يسرقه ولا لأ. وكان قدامهم مشكلة أكبر، وهي ليه القاتل خلص على فرحة أصلا. وعدى أول يوم وصلاح لسه ما ظهرش في القرية، فشك رجال الأمن إنه على علاقة بالجريمة، وإلا ما كانش هيبقى عنده حجة للاختفاء. وعرفوا من التحريات إن صلاح ليه ابن عم عايش في نفس العزبة. اتحركت قوة ساعتها على بيت ابن عمه واللي كان اسمه عاطف كان متجوز وعنده 3 بنات. واكتشفت الشرطة إن أبو صلاح وأمه عايشين مع عاطف في نفس البيت، فقبضت الشرطة عليهم كلهم عشان تحقق معاهم، وأجمعوا كلهم إنهم ما شافوش صلاح ولا حتى بنته بقالهم كذا يوم. وقالت أم صلاح واللي سنها في الوقت ده كان فوق 60 إنها متأكدة إن ابنها مستحيل يكون عمل كده في بنته، وإنها من كام يوم راحت زارتهم في البيت عشان تطمن على ابنها وحفيدتها وتشوفهم لو محتاجين حاجة، لأن عاطف كان بيعطف عليهم من فترة للتانية، بس ما كانش بيتكلم مع صلاح ومقاطعه بسبب مشاكل قديمة بينهم، فكانت هي اللي بتودي الفلوس لابنها. وفي يوم الزيارة قعدت اتكلمت مع حفيدتها عشان تعرف أحوالها، وعرفت منها إن أبوها مصاحب 2 رجالة بس ما تعرفش اسمهم، وكان بيجيبهم البيت يقضوا وقت معاه ومع بنته لأنه كان حاسس بالوحدة. وقالت حفيدتها إن أصحاب أبوها دول طيبين جدا وبيجيبوا لها حاجات حلوة وهم جايين، بس ما كانش فيه أي حاجة مريبة في حكايتها غير إن الراجلين دول واحد منهم من طنطا نفسها والتاني من العزبة هنا.
واعترفت إنها خايفة إن حد منهم يكون السبب في اللي حصل لحفيدتها وابنها، خصوصا إن صلاح كانت إيده طويلة وكذا حد اتهمه بالسرقة قبل كده. وبمجرد انتهاء التحقيقات تواصل لرجال الأمن مع المراكز وأقسام الشرطة اللي حواليهم عشان يدوروا على صلاح في نفس الوقت اللي استمر فيه البحث عن صحاب صلاح المجهولين. وعرفوا بعدها إن صاحبه اللي عاش في العزبة اسمه مصلحي، وإنه طول الوقت في سفريات بين القاهرة وطنطا بحكم شغله. ولما تم استدعائه عشان يحققوا معاه ما كانش موجود في البيت وسافر القاهرة قبل الجريمة بيوم واحد بس. استبعد فريق التحقيق إنه يكون على علاقة بالجريمة بسبب إنه ما كانش موجود في العزبة أصلا وقت وقوعها، ولو هو اللي ارتكبها فمستحيل يكون سافر بالسرعة دي. وبعد ما عدى على الجريمة يومين كانت الساعة 10 الصبح في مركز طنطا، وكان وقتها في راجل فلاح اسمه عبد الستار في طريقه للأرض بتاعته، وعدى في طريقه على ترعة القاصد ولاحظ إن في جثة على شاطئ الترعة. نزل وقتها عبد الستار بسرعة عشان يتأكد إنها جثة حقيقية، ولاحظ إنها جثة لشاب لسه في حالة التيبس وبطنه منفوخة ولون جلده قريب للون الأخضر، وغالبا الجثة كانت بدأت تتعفن. فقام عبد الستار مبلغ المركز على طول بمكان الجثة، ولما وصلوا هناك لاحظوا من الكشف المبدئي إنه ميت مخنوق بسبب إن في حز على رقبته وجرح خفيف مكان الحز ده. ولكن الغريب إن سلاح الجريمة ما كانش موجود، وباين كمان إنه تعرض للضرب قبل ما يموت بسبب وجود كدمات كتير في وشه وفي مناطق متفرقة من جسمه. ولما فتشوا الجثة ملقوش معاه أي إثبات شخصية ولا أي حاجة تدل على هويته. وطلع بعدها تقرير المعمل الجنائي واللي أثبت إن الجثة عدى على موتها تقريبا 50 ساعة وأكتر، وفي آثار لطلقات نارية في الجثة، وواضح إن اللي ضرب عليه النار ضربه بعد ما مات أصلا، وأكيد عمل كده بدافع الانتقام لأن سبب الموت الأساسي هو الخنق. وأكيد بعد ما مات صاحب الجثة القاتل ضرب عليه النار ورماه في الترعة عشان يخلص من جثته. فبلغ مركز طنطا اسم شرطة العزبة بالجثة اللي لقوها، وراح عاطف ومرات عمه عشان يتعرفوا على الجثة على أمل إنها تكون جثة صلاح. والصدمة إنهم أول ما شافوا الجثة قالوا إن ده صلاح فعلا، وما كانوش مصدقين الطريقة البشعة اللي اتقتل بيها. وبعد ما اتأكدوا إن الجثة جثة ابنهم بدأ فريق التحقيق يربط بين الجريمتين، خاصة إن حالتين القتل كان بينهم وبين بعض كام ساعة بس. وتوقعوا إن القاتل ممكن يكون واحد أو شخصين نفذوا الجريمة في نفس الوقت، ولكن الاحتمال الأكبر كان إنه شخص واحد بسبب إن أداة الجريمة ما كانتش موجودة جنب جثة صلاح. والاحتمال إن الإشارب اللي لقوه في البيت كان نفس الإشارب اللي اتخانق بيه صلاح. ورجع فريق التحقيق مرة تانية لبيت مصلحي عشان يحققوا معاه، واستغربوا إنه ما كانش لسه رجع لحد دلوقتي، فحققوا مع مراته عشان يعرفوا منها كل حاجة. وكانت مراته متوترة وهي بتتكلم، وقالت إن جوزها كان بيغيب بالأيام عن البيت بحكم إنه بيتاجر وبيشتري حاجات من القاهرة يبيعها في القرية، بس ما كانش بيعمل حاجة غلط أو غريبة وعمره ما يقتل يعني. وعرف رجال الأمن منها القصة الكاملة لمصلحي. مصلحي كان في الأربعينيات من عمره وعايش مع مراته تهاني بقاله أكتر من 20 سنة من غير خلفة، وكانوا مقتنعين وراضيين إن ربنا ما أمرش إنهم يخلفوا. بس مصلحي بدأ يتعب نفسيا آخر كام سنة بسبب إن كان نفسه في طفل يشيل اسمه، وبقى بيشرب خمرة من فترة للتانية، بس عشان محدش يعرف كان بيروح يشرب في خمرات في قرى حواليهم أو في بيت واحد صاحبه ويبقى المكان مقفول عليهم. وتعرف ساعتها على صلاح وكذا شخص تاني، بس الحقيقة مع إدمانه على الشرب عمره ما رجع مثلا سكران أو مد إيده عليها، وعمر الموضوع ما يوصل مع إنه يقتل برضه بالوحشة دي كمان. ولما اتسألت لو كان جوزها قال لها إن صلاح سرق منه حاجة قبل كده، ردت وقالت إنه ما حكاش حاجة زي كده، وكان على طول بيشكر في صلاح قدامها، وكمان بيديله فلوس كل فترة عشان يساعده في مصاريف بنته لأن مصلحي كان بيعتبرها زي بنته. وبعد كام يوم رجع مصلحي من السفر أخيرا وراح بنفسه على اسم الشرطة لما عرف اللي حصل. وفي التحقيق أكد مصلحي إنه كان مسافر عشان يخلص حاجات في القاهرة، وقال إن صلاح كان صاحبه جدا وكان راجل طيب وشهم، بس الله يرحمه وكانت إيده طويلة فعلا وسرقه هو شخصين أكتر من مرة. بس مصلحي كان بيستعوض ربنا وبيلتمس له عذر إنه بيسرق عشان خاطر يكفي مصاريف بنته، وحتى باقي أصحابهم لو صلاح سرق منهم حاجة كانوا بيسامحوه، ويعني حتى لو كانوا زعلانين شوية محدش هيقتله بالطريقة دي عشان سرق منه كام جنيه. وبدأ يحكي الحياة التانية لصلاح اللي محدش كان يعرف عنها حاجة. صلاح بعد ما مراته ماتت وبقى بيشتغل في أي حاجة حرفيا وما اكتفاش إنه يكون عتال، بس برضه حالته المادية كانت سيئة، فبدأ يشرب عشان يتخطى حالة الحزن اللي هو فيها. وفي يوم وفي طنطا اتعرف على مصلحي واستغرب إنه عايش معاه في نفس القرية وعمره ما قابله قبل كده، واتصاحبوا الاتنين على بعض وبقوا بيتقابلوا كتير جدا.
وفي مرة حكى له صلاح عن بنته والعيشة الصعبة اللي هم عايشينها، فعرض عليه مصلحي ياخد منه كام جنيه كل شهر يساعدوه في المصاريف، ورفض في البداية لأنه كان بيمثل عليهم إن نفسه عزيزة. ولما اكتشف مصلحي لأول مرة إنه سرق وواجهه بالحقيقة، انهار صلاح وحكى له كل حاجة بالدموع، وقال له إنه بيعمل كده عشان فاكر إن محدش هيقفشه وهو بيتكسف ياخد فلوس من حد. فنصحه مصلحي ما يسرقش تاني وهو هيساعده، بس بعد كده الموضوع اتكرر مع كذا شخص، فبقى مصلحي يسيبه يسرق وبيعتبرها صدقة منه، وكمان كان بيرد الفلوس للناس اللي صلاح سرقها وبيحكي لهم قصته. وبعد فترة اتعرفوا الاتنين على كام شخص تاني، وكانوا كلهم برضو بيجمعهم قعدة الشرب مش أكتر، لحد ما في يوم عرض عليهم صلاح يشربوا عنده في البيت. وراح وقتها مصلحي واتنين رجالة تانيين، وهم متولى أبو العيلة ومكاوي شحاتة، والاتنين أصلهم من طنطا، وقابلوهم في واحدة من الخمارات. وبعد ما قضوا السهرة عند صلاح كل واحد دفع له أجرة البيت وكأنهم قاعدين في خمارة بجد، وبرضه اعتبروا إن دي مجرد مساعدة منهم. واتكررت الزيارات دي أكتر من مرة، وكان مصلحي ومتولي هما الاتنين اللي بيروحوا طول الوقت البيت صلاح، أما مكاوي فكان بيجي مرة واحدة كل شهر تقريبا. وبعد ما خلص مصلحي أقواله استدعى فريق التحقيق متولي عشان يحققوا معاه. ولما اتحركت قوة من الشرطة للبيت اللي عايش فيه متولي، لقوا مفيش حد هناك غير مراته، واللي اعترفت على طول إن جوزها هربان من كام يوم وما تعرفش عنه أي حاجة، وقال لها لو الشرطة جت سألت عليه تكذب وتقول إنه في الشغل. شكرها فريق التحقيق على مساعدتها ليهم، واعتبروا إن جوزها هو القاتل، ودخلوا يدوروا في البيت على أي حاجة تخص صلاح، لأن ما كانش معاه أوراق وقت ما لقوا جثته. ولكن بعد تفتيش البيت ما كانش فيه أي حاجة غريبة. ولما رجعوا يسألوا مرات متولي عن سبب هروب جوزها، قالت إنه كان مديون بفلوس كتير لابن عمه، وقبل ما يهرب بكام يوم جه ابن عمه البيت هنا واتخانق معاه. لكنها سمعت في وسط الكلام سيرة بنت عمه برضه واللي اسمها وداد، لكنها ما فهمتش حاجة من الكلام بسبب إنه وهدان ابن عم جوزها كان متعصب وهي كانت خايفة منه. ولما اتسألت عن صلاح أنكرت معرفتها بيه، لكنها قالت إن جوزها بيجيله راجل من عزبة قريبة منهم يشرب معاه، وسمعت إنه كان ناوي يخطب وداد بس عمرها ما شافته. اتحرت الشرطة بعدها عن متولي وابن عمه ده، واكتشفوا إن متولي كان مدمن على شرب الخمرة والحشيش، وكان بيستلف فلوس من ابن عمه بحجة إنه هيشغلها معاه، بس في الحقيقة كان بيشتري منها الكيف بتاعه. واستدعت الشرطة وهدان عشان يحققوا معاه في نفس الوقت اللي كانوا بيدوروا فيه على متولي. وهدان لما وصل لغرفة التحقيق كان باين عليه إنه شخص غبي وجسمانيا قوي جدا، وكان أسمر البشرة وعنده شنب عريض مغطي نص وشه. وقال في التحقيقات إن الملعون متولي كان بيضحك عليه وياخد منه الفلوس عشان يشغلها معاه، ووداد هي اللي كانت بتتوسط له. ولما اكتشف إنه كان بينصب عليه راح له البيت واتخانق معاه واداله مهلة يرجع له الفلوس، وإلا هيعاقبه عقاب هو مش قده. ورجع يومها البيت ضرب وداد عشان هي اللي أقنعته من الأول إنه يدي الفلوس للملعون ده، وكان واضح على ملامح وهدان وهو بيتكلم إنه متضايق جدا فعلا. بس لما اتسأل عن علاقته بصلاح اتوتر واتغيرت ملامح وشه، وقال إنه ما يعرفش حد بالاسم ده ولا شافه قبل كده. أما بالنسبة لموضوع الشاب اللي كان عايز يخطب أخته، فقال إن دي أكيد كدبة كبيرة اختراع على الملعون متولي ومراته عشان يغيروا الموضوع ومحدش يشك إنهم كانوا بيسرقوه فعلا. وعلى الرغم من إنه كان واثق من كل كلمة بيقولها، بس فريق التحقيق كان مدرك إن في حاجة غلط، وعشان كده استدعوا وداد للتحقيق معاها. وداد كان في آثار ضرب مبرح على جسمها ووشها، وواضح إن أخوها اعتدى عليها بالضرب أكتر من مرة، مش مرة واحدة بس زي ما قال. وحكت إنها مطلقة وكان عندها طفل من طليقها، لكنه خد الولد منها وسافر بيها على القاهرة وهي ما تعرفش عنه حاجة من ساعتها. وأخوها وهدان هو اللي كان محتويها وبيصرف عليها، على الرغم من إنها كسرت 30 سنة وتقدر تشتغل في أي حاجة وتصرف على نفسها. بس وهدان كان رافض رفض قاطع إن أخته تخرج للشارع، واعترفت إنه ضربها مرة واحدة بس، وهي المرة اللي اكتشف فيها إن متولي نصب عليه. ولما اتسألت عن صلاح هي كمان اتوترت زيادة وبدأت تعيط، وأنكرت إنها تعرفه أو تعرف حد بالاسم ده. اتأكد ساعتها فريق التحقيق إن في حاجة غلط في الاتنين دول، وكان العقدة الناقصة عشان يحلوا القضية دي إنهم يلاقوا متولي، لأنه على حسب كلام مراته صاحب متولي كان عايز يخطب وداد، وممكن صاحبه ده يبقى القتيل. وأثناء البحث عنه وصل معلومة لرجال الأمن من واحد من المخبرين إن عاطف ابن عم القتيل بيدور على حد يشتري البيت بتاع صلاح. استغرب فريق التحقيق إنه يبيع البيت بالسرعة دي، وهم لسه لحد دلوقتي ما عرفوش مين اللي قتل صلاح وبنته، وشكوا إن عاطف يكون ليه إيد في اللي حصل، خصوصا إن أم صلاح قالت إن كان في مشاكل بينه وبين ابنها. فاستدعوا عاطف عشان يحققوا معاه، لكنه قال إنه بيدور على شاري للبيت عشان فلوس البيت تساعده في مصاريف عم أبو صلاح ومرات عمه، وإنه شايلهم بقاله سنين وابنهم ما بيصرفش عليهم،
وقال في الآخر إن الحي أبقى من الميت. فحبسوا الوكيل 4 أيام على ذمة التحقيق لأنهم كانوا شاكين فيه، ورجعوا مرة تانية يدوروا على متولي عشان يحققوا معاه. وبعد بحث أكتر من أسبوعين كان خرج فيهم عاطف من السجن، قبضت الشرطة أخيرا على متولي وهو خارج من بيت واحد صاحبه سكران، وجم يحققوا مع متولي فقال إنه هيعترف بكل حاجة، وقال إن صلاح كان صاحبه فعلا زي ما مصلحي قال، وكان هما الاتنين بيشربوا مع بعض. وحكى هو كمان قصته مع صلاح، وقال إنه أول ما تعرف على صلاح تعاطف معاه بعد ما عرف موضوع بنته ده وحالته المادية، واتصدم كمان لما عرف إنه بيسرق كام جنيه من صحابه عشان يصرف عليها، ومفهمها إنه بيشتغل عتال. وكان متولي كل ما يروح عنده البيت يجيب معاه أي حاجة يفرح بيها البنت الصغيرة، وكانت الزيارة بينهم متبادلة. بس متولي عمره ما دخله البيت عشان كان بيقلق من إنه يسرق حاجة من عنده. وفي يوم هم قاعدين مع بعض عدى عليهم وهدان، فاقترح عليه متولي يديله فلوس يشغلها له، وكان صلاح قاعد وسمع كل حاجة، فأقنع وهدان إنه دفع فلوس لمتولي ورجع له من وراه ربح كبير كمان. وفعلا ادى وهدان الفلوس لابن عمه، واتفقوا على الوقت اللي هيرد له فيه أول ربح. ولما مشي متولي شكر صلاح واداله 7 جنيه كمان عشان ساعده وكذب على ابن عمه. وكان صلاح مش فاهم هو بيديله الفلوس ليه، لأنه كان عامل حسابه إنهم هيقسموا الفلوس بينهم، بس متولي عرفه إنه هيشغل معاه الفلوس فعلا، والمبلغ ده مكافأة ليه مش أكتر، و7 جنيه ده رقم كبير. وبعدها عزموا على سهرة في الخمارة، وبعد ما خلصوا السهرة وجم مروحين كان الوقت ساعتها تقريبا 6 الصبح، وعدوا من قدام بيته وهدان، فشاف صلاح وداد ووقع في حبها من أول نظرة، وبقى بيستغل أي فرصة عشان يعدي من قدام البيت ويشوفها لحد ما قرر يتجوزها. وراح فعلا قال لهم إنه عايز يتجوزها، وراح تقدم لها بعد كده، بس وهدان رفض لأنه كان لسه ليه فلوس عند متولي، وكمان الأرباح كانت اتأخرت، فشك إن هما الاتنين نصبوا عليه. واتقطعت بعدها أخبار صلاح ووداد عن بعض، لحد ما في يوم راح وهدان لابن عمه البيت واتخانق معاه، وقالوا إن صاحبه على علاقة محرمة بوداد، ولو ما بعدش عنها ورجعوا له كل فلوسه هيقتلهم هما الاتنين، أما أخته فهو هيربيها بمعرفته. واضطر وقتها متولي يهرب من البيت عشان ابن عمه شراني وكان ممكن يقتله فعلا، ده غير إنه هدده إنه هيبلغ الشرطة وهيديهم الكمبيالات اللي مضاها متولي على نفسه وهو بياخد منه الفلوس. وبعد الاستماع لأقوال متولي أمر فريق التحقيق بحبسه على ذمة القضية بعد ما اعترف إنه كان نصاب وبيستغل فلوس ابن عمه. واستدعت الشرطة وهدان وأخته مرة تانية للتحقيق معاهم، لكنه برضه فضل مصمم على أقواله ورافض يعترف بأي حاجة. فحققوا مع وداد وفضلوا يضغطوا عليها وفكروها بحبها المقتول صلاح، فانهارت واعترفت بكل حاجة، وقالت إنه لما تقدم لها كانت هي كمان بتحبه وحبهم كان بريء وناويين يتجوزوا. بس لما وهدان رفضوا هي اتصدمت لأنها كانت عايشة وحيدة بعد ما اتطلقت وجوزها خد ابنها منها، والوحيد اللي اتشدت له هو صلاح. وبعد رفض أخوها بقت تقابل صلاح لحد ما وقعوا في حب بعض. وفي يوم استغلت إن أخوها مش في القرية وخلت صلاح يروح لها البيت ووقعوا في الخطيئة، وكان بيزورها في البيت كل ما أخوها يغيب، لكن في حد شافها وقال لأخوها، ولما عرف وهدان بقى يضربها بسبب ومن غير سبب، وحتى من غير ما يتأكد إن في بينهم علاقة ولا لأ. ولما زهقت من الضرب والتعذيب وقفت في وش أخوها لأول مرة واعترفت له إنها على علاقة بصلاح وبتحبه، وطلبت منه يوافق على جوازهم عشان تروح تعيش معاه. ولكن كلامها كان زي البنزين اللي ولعت في نار وهدان، ففضل يضرب فيها لحد ما كانت هتموت في إيده. وراح بعدها لابن عمه البيت اتخانق معاه لأنه السبب في إنها تشوف صلاح من الأول، وهدده إنه لو ما قالوش يلاقي صلاح فين هيخلص عليه هو ويسلم الكمبيالات للشرطة. وعرف من متولي مكان صلاح وخلص عليه هو وبنته، وبعد ما ارتكب الجريمة رجع كمل عليها ضرب، وهددها إن لو الشرطة وصلت لهم وسألوها عن صلاح وقالت إنها تعرفه هيكون مصيرها الموت، وعشان كده خافت تعترف في بداية التحقيقات. وبمجرد ما سمعوا أقوالها استدعوا وهدان عشان يقول لهم إزاي ارتكب الجريمة، وبعد محاولات كتير منه عشان يتهرب من الإجابة اعترف في الآخر لأن الأدلة كلها كانت بدينه هو، وقال إنه راح لصلاح الخمارة اللي بيسهر فيها وقت الفجرية واستدرجوا لحد ما كانت ترعى، وهناك سألوا عن حقيقة علاقته بوداد. فتوتر صلاح وما كانش عارف يرد عليه. ساعتها أدرك وهدان إنه ناوي يكذب، ففضل يضربه وبعدها خنقه بالشال بتاعه لحد ما مات. وبسبب إنه كان غضبان جدا ضربه بالنار ورمى الجثة والشال في المية بعد ما خد كل الأوراق اللي معاه ومفتاح البيت كمان. وخاف بعدها إن البنت تعترف للشرطة إنه جه سأل على أبوها، وعشان كده راح لبيت صلاح وفتح بالمفتاح اللي معاه وخلص عليها وهي نايمة بالإشارب بتاعها، وهرب بسرعة من البيت لأنه ملحقش يتخلص من الجثة وساب الباب مفتوح وراه بسبب صربعته عشان يهرب. وبعد اكتمال التحقيقات اتحولت القضية لمحكمة الجنايات، واتحكم على وهدان بالإعدام وعلى متولي بتهمة النصب والاحتيال.
وخسرت وداد الراجل الوحيد اللي حبته في حياتها.